لو انت مبتدئ في مجال ال 3D وتايه في وسط فيديوهات اليوتيوب ومش لاقي التراك الصح اللي يخليك كويس في المجال وتقدر من خلاله تشتغل في سوق العمل في ال 3D، فالفيديو ده ليك. ان شاء الله من يوم الاربعاء 6 اغسطس هيبدأ كورس بلندر للمبتدئين، ولكن مش للمبتدئين. يعني ايه للمبتدئين ولكن مش للمبتدئين؟ يعني انا مش جاي اخد منك فلوس وادخلك كورس مدفوع علشان ابدأ معاك بقى من الصفر خالص، او العب معاك لعبة مكعبات، او اقول لك تعالى نعمل الدوناتس اللي موجودة على اليوتيوب. الحاجات دي كلها موجودة على اليوتيوب فري. حتى لو عايز انك انت مثلا تعرف اساسيات البرنامج وازاي تتحرك في البرنامج والكلام ده كله، كل ده موجود على اليوتيوب. تقدر تشوفه فري. هنتعلم طبعا ازاي ان احنا نتحرك في البرنامج واساسيات البرنامج، ولكن في جزء صغير جدا من الكورس لا يتعدى المحاضرتين، وهيكونوا هما اول محاضرتين. الكورس ده هيبقى عبارة عن محاضرات لايف، هيبقى 20 محاضرة أساسية. المحاضرة هتكون ساعتين، وهيكون محاضرتين كل أسبوع لمدة 10 أسابيع. ده كده المواعيد الأساسية للكورس. طب ليه كورس لايف وليه مش كورس مسجل؟ الكورس اللايف احنا بنبقى مع بعض مباشر، فاي حاجة انت مش فاهمها او محتاج توضيح ليها، او مثلا محتاج انك انت تعرف حاجة انا ما قلتهاش، بتسأل عنها بجاوبك وانا معاك. فبيبقى في انتراكشن، او بيبقى يعني في تواصل ما بيننا واحنا شغالين في الكورس، مش مجرد انك انت بتتفرج على فيديوهات مسجلة وخلاص. طب الكورس ده هنتعلم فيه ايه؟ اولا هنتعلم فيه الموديلنج، وازاي ان احنا نقدر نعمل مانيبيليت للاوبجكت بتاعنا، سواء كيوب او يوسفير او whatever الاوبجكت اللي احنا هنشتغل عليه. هنتعلم ادوات الموديلنج عليه، ازاي نقدر نستخدم ادوات الموديلنج باحسن طريقة ممكنة. وهنتعلم كمان ازاي ان احنا نحسن التوبولوجي بتاعنا في الموديلنج، بحيث ان الاوبجكت ما يبقاش شكله وحش واحنا بنعمل له رندر في النهاية. كذلك برضو هتتعلم الماتيريال والتريكات المستخبية، او التريكات اللي محدش يعرفها ومحدش بيتكلم عليها في الاضاءة والماتيريال. كل الحاجات دي هنتعلمها مع بعض. وكمان الحاجة الاهم ان احنا واحنا بنشرح موديلنج وماتيريال واضاءة، هناخد مع بعض كمية ادونز بتساعدنا بشكل كبير قوي في الموديلنج وفي الماتيريال، سواء مدفوعة او مجانية. هنحملها مع بعض ونعرف ازاي ان احنا نشتغل بيها ونستفاد بيها في البرنامج. طبعا من ضمن الموديلنج هنتعلم كمان الموديفايرز، وبعد كده هندخل على الانيميشن والريج. وطبعا في الانيميشن هنتعلم ازاي ان احنا نعمل بارتيكل سيستم، هنتعلم الفيزيكس في البرنامج. بعد كده هندخل على مرحلة الكومبوزيتنج، هنتعلم ازاي ان احنا نعمل مشهد مريح للعين، وازاي ان احنا نظبط اعدادات الرندر بحيث انها تطلع ريزولوشن حلو وصورة كويسة، وفي نفس الوقت نعمل رندر بسرعة ويكون خفيف على الجهاز بتاعنا. لان اغلب المشاكل اللي بتواجه المبتدئين هي مسألة الرندر، والجهاز بيكون تعبان، او مثلا المبتدئ بيقول لك الجهاز بتاعي مش احسن حاجة، مناش عارف ان انا اشتغل عليه. ودي لها حلول طبعا، وهنعرفها مع بعض واحدة واحدة ان شاء الله في خلال الكورس ده. بعد كده هنشتغل مع بعض على 2 بروجكت. واحد CGI ده اللي هو الاعلان اللي معمول بالكامل على الكمبيوتر، اعلانات المنتجات وكده. وبعدها هندخل على ال VFX، هنعمل اعلان VFX. وفي ال VFX هنشرح بقى الكاميرا تراكنج، واللي هي الاعلانات اللي بتبقى متصوره فيديو واحنا بنضيف عليها اوبجكتات 3D من عندنا ونعمل كومبوزيت ما بينهم. هنتعلم طبعا ازاي ان احنا نتحكم في الاضاءه ونخلي الاضاءه بتاعه ال 3D متناسقه مع اضاءه الفيديو المتصور، بحيث انك انت لما تشوف الفيديو تحس ان هو طبيعي، مفيش فيه جزء متصور بال 3D وجزء متصور بالموبايل. طب ايه اللي بيميز الكورس ده عن غيره؟ اول حاجه زي ما قلنا ان هو كورس لايف، فانت هتقدر انك انت تتواصل معايا واحنا بنشرح، تقدر تسال عن اي حاجه عايز تفهمها او عايز توضيح ليها اكتر. الحاجه التانية اللي بتميز الكورس ده قوي عن غيره ان احنا كل المشاريع اللي هنشرحها وكل الحاجات اللي هنعملها على بلندر دي مشاريع حقيقيه عملتها قبل كده للعملاء. فبالتالي انت هتحس انك انت في سوق العمل اوريدي وشغال، مش هنشتغل على حاجات موجودة مثلا على النت أو حاجات للشرح فقط، فتيجي لما تنزل سوق العمل تلاقي حاجات مختلفة خالص. لأن ده في الغالب اللي بيحصل، إنك أنت بتتعلم في التوتوريال حاجات، تيجي تبص لما تيجي تتعامل مع عميل تلاقي الموضوع مختلف تماما. فده مش هيكون موجود هنا. احنا هنا هنتعامل فعليا على شغل عملي عملته قبل كده مع عملاء، فهتعيش معايا التجربة انك انت لما يجي لك عميل ويطلب منك حاجة ازاي هتقدر تتصرف فيها. من ضمن الحاجات برضو اللي هنتعلمها مع بعض في الكورس ده ان انا ازاي افكر ك 3D ارتست، مش ان انا اطبق وخلاص. الميزة الأخيرة وهي أكبر ميزة في الكورس ده إن أنا بعد ال20 محاضرة الأساسية اللي أنا اتكلمت عنهم دول، هيكون في 4 محاضرات
المحاضرات دي انت اللي هتحدد اشرح فيها ايه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مثلا خلصنا الكورس وخلصنا المواضيع الاساسيه اللي احنا هنتكلم عنها في الكورس، وانت بعد كده حبيت انك انت نعمل مع بعض بروجكت جديد مثلا نشرح فيه حاجات جديده مش موجوده في الكورس، او حبيت ان احنا ناخد مقدمه عن الجيومتري نودز ونتعلم شويه في الجيومتري نودز، حبيت انك انت تتعلم مثلا اساسيات السكالبنج او ازاي نعمل حاجه معينه سكالبنج، او شخصيه عايز تعمل لها رج وعايز نعمل انيميشن شخصيات، او عربيه عايز نعمل لها رج ونحركها. في 4 محاضرات، المحاضرات دي هتبقى للمشتركين هم اللي يحددوا احنا هنعمل فيهم ايه. يعني الكورس 24 محاضرة، 20 محاضرة أساسية للكورس وللبروجكت اللي أنا عامله أو الحاجة اللي احنا هنشرحها أساسية في الكورس بتاعنا، و4 محاضرات المشتركين هم اللي هيحددوا نعمل فيهم ايه. وعلشان ما يبقاش في حد مظلوم مثلا ونقول طب ال4 محاضرات دول هيكفوا مين ولا مين من المشتركين، فأحب أعرفك إن العدد هيكون محدود جدا، وممكن ما يتعداش ال10 أشخاص مشتركين في الكورس علشان كل واحد يقدر يستفيد أكبر استفادة ممكنة من الكورس. كمان هيكون في متابعة بعد الكورس ده، وإحنا عاملين جروب على الديسكورد، ده مجتمع خاص بينا بنقدر ان احنا نتواصل مع بعض من عليه، نتشارك اعمالنا مع بعض ونستفيد من تجارب بعض في المجال. طبعا في النهاية لو انت ما تعرفنيش او الفيديو ده ظهر لك وما ظهرلكش قبل كده حاجة عني، تقدر تدخل الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، على يوتيوب، تشوف المحاضرات اللي انا عملتها قبل كده، تشوف فيديوهات، تشوف طريقة شرحي، تشوف ورشة العمل المجانية اللي انا عاملها، اللي بالمناسبة لسه شغالة ولسه تقدر انك انت تشارك معايا فيها. لو انت عايز تشترك ابعت لي بس وانا هدخلك الجروب الخاص بالورشة المجانية وتحضر معايا المحاضرات اللي جاية. طبعا لو عايز تشترك او تعرف تفاصيل اكتر ابعت لي على الخاص وهرد عليك اعرفك كل التفاصيل اللي محتاج تعرفها عن الكورس ده وتكلفة الكورس. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.